اكله صحيه جدا ومفيده جدا. اعملوا سيف للفيديو عشان ترجعوا تعملوها بعد كده. بتنجان هقطعه مربعات مكعبات صغيره خالص واحطها في مصفى وهسيبه شويه لحد ما يصفي الميه بتاعته. بعد كده هجيب رغيفين عيش بلدي وهقطعهم مكعبات صغيره. وبعد كده هبتدي احط العيش والبتنجان في صينيه الفرن وارش عليهم رشه زيت زيتون ورشه ملح ورشه فلفل اسود ورشه بابريكا. وهبتدي ادخلهم الفرن لحد ما يحمروا شويه. هبتدي اتبل صدور الفراخ بتاعتي بملح وفلفل اسود وخل وتوابل فراخ وتوم باودر وشويه زعتر وشويه زبادي وهقلبهم كويس جدا وهسيبهم يتبلوا شويه. بعد كده هعمل الدريسنج بتاعي. عندي كوبايه زبادي كبيره، معلقتين طحينه، فصين توم وليمونه وشويه كمون وشويه زيت زيتون وشويه نعناع ناشف، هقلبهم كويس جدا. طبعا هتبقى تقيله معايا، هبتدي اخفها بشويه ميه دافيين واقلبها كويس جدا لحد ما اوصل للقوام دوت. هبتدي اشوح الفراخ بتاعتي لحد ما تاخد لون احمر. مش هتاخد وقت كتير لان انا مقطع حتت صغيره. ده شكل البتنجان بعد ما احمر. وده شكل العيش برضو بعد ما احمر. هبتدي ارص العيش وفوقيه البتنجان. وهبتدي اغطي العيش كويس جدا بالبتنجان. وبعد كده هنزل بصدور الفراخ بتاعتي وهنزل بطبقه من الصوص. ورشه البقدونس دي مهمه جدا وبتدي طعم كويس جدا. هنزل بصدور الفراخ